اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا غاية رغبتنا، نسألك ألا تشوه خلقنا بالنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه بلغنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله ابتغاء مرضات الله. اللهم إنا نقول لا إله إلا الله ابتغاء مرضاتك، فحرمنا على النار وحرم النار علينا يا رب العالمين. ربنا سامحنا فيما جنينا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا مقام العائد بك من النار العالمين، فأعدنا من نار جهنم. اللهم نجنا من عذابك وغضبك وأليم عقابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف الماثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وأصلح لنا في ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا سمعنا وبصرنا وأفئدتنا، وارزقنا بفضلك ورحمتك أن نلتزم بشريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا كاشف الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين وكاشف الكرب يا إله العالمين. اللهم اكشف الكرب عن إخواننا في الشام، اللهم اكشف الكرب عن إخواننا في الشام. اللهم انصر إخوة لنا مجاهدين في سبيلك في الشام. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا عزيز يا حكيم. اللهم عليك به وبمن شايعه وبمن ناصره من الفئة الضالة المجرمة يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر أهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بورما وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في الصومال وفي سائر بلاد الإسلام. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم واشرح صدورهم يا رب العالمين، ونور قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، ووفقنا وإياهم لطاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين. اللهم إنه قد طال الكرب والعذاب يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر والكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم اشف كل مريض منا ومريضه. اللهم اشف كل مريض منا ومريضه. اللهم اشف كل مريض من المسلمين وكل مريضة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف المبتلين واكشف الضر عن المكروبين. اللهم ارحم من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والمعاصي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.